السلام عليكم، معكم ليدي موني. أول شي حابة أقول إنكم مرة وحشتوني كتير، وأعتذر عن هالغيبة الطويلة. كل عام وانتم بخير، وينعاد رمضان علينا وعليكم يا رب بصحة وعافية. أنا بصراحة جدا 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 اشتقت أصور وأعمل فيديوهات وأتواصل معكم بهالقناة اللي تقريبا أهملتها شوية. وعشان كذا أنا قررت أنزل لكم هالفيديو بمناسبة رمضان وجو الطبخات والأكل والصناعة اللي تنزل علينا فجأة بهالشهر، عشان أسهل عليكم حياتكم. وحابة أعمل كده ريفيو بسيط عن هالآلة اللي أخذتها قبل رمضان. بس فعلا كان اختيار مرة موفق، ساعدتني كثير بالمطبخ هالسنة. تحسونها كده شغالة إضافية في البيت بصراحة. هالآلة اسمها ماستر شيف من مولينكس، زي ما انتو شايفين إن قطعها مرة كتير، لأنه استخداماتها كثير وتغنيكي عن أي آلة ثانية بصراحة. تقدري تعجني فيها، تعصري، تبشري، تفرمي، تقطعي، إيش ما يخطر على بالك بتقدري تعملي فيها. استخدامها رغم إنه أشيائها مرة كثير إلا إنها مرة بسيطة، وخصوصا البنات اللي ما يعرفوا كتير بالمطبخ والعجن والخرابيط دي اللي بنعملها، فراح ينبسطوا مرة عليها كتير، راح توفر عليهم وقت وجهد. راح أعمل كده طبخة سريعة حتلقونها كلها موجودة بهالكتيب، أشهر الحلويات الرمضانية من مولينكس أو مع مولينكس. فيلو طبخات مرة حلوة، وهعمل لكم فيلو كده كتب طبخة على السريع. طيب راح أبدأ بعمل هالكيكة. هالكيكة موجودة بالكتيب بتفاصيلها يعني، وكيف طريقة تعمليها. عموما وأنا بعملها يعني من قرون صراحة. سريعة وطعمة جدا، وتقدري تبدعي فيها براحتك. نزودي عليها قرفة، كاكاو، قطع شوكولات، هيرشي، زبيب، اللي تحبيه. وشكلها بالنهاية يطلع مرة احترافي، ومع انها سهلة مرة كتير سهلة، فتابعوا معي الخطوات. طيب زي ما شفتوا تقدروا تبشروا في الخيار والجزر وتعملوا على السريع سلطة زبادي، أو تجهزوا حشوة سمبوسة، أو أي شي تحبوه. كمان على طري السمبوسة تقدروا تفرموا فيه اللحمة، أشياء مرة كتير.
أنا واضح قديش إني حبيتها قديش أفادتني. بصراحة مرة أنصحكم تجربوها، خصوصا العرايس أحس لازم ياخدوها معاهم. وبس كده خلصنا الريفيو، أتمنى تكونوا استفدتوا منه وحبيتوه. راح أرجع لكم أكيد بفيديوهات أكتر إن شاء الله، مواضيع مختلفة، فخليكم قريب. باي.